عاملين دايت يعني لازم ندلع نفسنا في السلطه. هنعمل النهارده سلطه طعمها تحفه وغنيه بالبروتين وسهله جدا. اول حاجه هنجيب نص كوبايه من العدس البني او العدس بجبه وهنسلقه، بس اهم حاجه ما يتهريش. وهنجيب اصغر بصله حمراء عندنا وهنقطعها مكعبات رفيعه جدا، وهنعمل كده برده مع طماطمايه. كل الخضار بتاعنا هنقطعه مكعبات صغيره جدا. هنجيب بقى حبايه طماطم وهنجيب حبايه خيار، عندنا فلفل الوان برده. كل الخضار بتاعنا ده هنقطعه مكعبات صغيره، واي بقى خضار عايزين تضيفوه ممكن تضيفوه، يعني لو عندكم فجل بنجر كل ده هيليق مع السلطه دي. بس انا هنا حبيت احط خس كابوتشا وحطيت شويه من البقدونس كمان. كله زي ما قلت لكم بيتفرم فرم ناعم. الورقيات كلها اللي معانا هتتفرم فرم ناعم، وطبعا الخضار هيبقى مكعبات صغيره. ومن الورقيات اللي مهدور حقها يا جماعه في السلطه هو النعناع الاخضر، بيدي طعم تحفه وبيدي فريشنس كده للسلطه، بتبقى خطيره بجد. جبنا بقى العدس اللي احنا كنا سالقينه، اهم حاجه بنصفيه كويس وبنسيبه يبرد. وهنا هنعمل الدريسنج بتاعنا. حاولوا دايما تعملوا الدريسنج بتاع السلطه في برطمان عشان ده بيخلي كل المكونات بتاع الدريسنج يمتزج كويس جدا. جبنا عصير ليمونه ومعلقه صغيره من المستردة، معلقتين من زيت الزيتون، نص معلقه من الملح ونص معلقه من الكمون، وفصين من الثوم المهروس. وهنقفل البرطمان ونرجه كويس قوي علشان الدريسنج بتاعنا يتقل ويبقى قوامه خطير كده. هنحطه على السلطه ونقلب تقلبتين والسلطه بتاعتنا هتبقى جاهزه، حلوه جدا وغنيه بالبروتين ومشبعه جدا. لازم تجربوها، هتعجبكم جدا.